السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد لكم الله تبارك وتعالى وأسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. كما سمعتم من أخي الكريم الأستاذ إسماعيل يحكي طرقا من تاريخ هذه المنارة التي هي في شارع فرنسا في منارة بحري رغم صغر مساحتها مسجد الروضة المبارك. لم يكن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الأول أكثر بكثير مساحة من هذا المسجد، ولكن على تقصد ذلك المسجد أن يبعث رقة ممن أدبوا العالم. واليوم قد تتعمق كثير من المساجد ويتقسم فيها المسلمون. لا نريد أن نقول في العصر التقسم أبدا، فبفضل الله تبارك وتعالى نبذة نحكيها عن تاريخ هذا المسجد في إمامة سريعة. بدأنا في الدروس اليومية في هذا المسجد منذ عام 77، وكان يحضرنا كثير من الإخوة ممن بعضهم نال الشيء موضعه كما أرى الآن، وبعضهم شبابا كانوا بالأمس أشبابا صغارا في هذا المسجد. وكان يحضرنا في ذلك الوقت رعيل أول كبير الحاج عباس السيسي رحمه الله، الحاج أحمد أمير أول رئيس هذه الجمعية رحمه الله، كما كان يحضرنا أيضا الدكتور أسامة رشد، وكان ما زال طالبا لسه لم يتعلم فهم، وكان كذلك الأخ الكبير الأستاذ مصطفى شعراوي وكان في الثانوية العامة وكثير غيرهم كثيرون. اختلفوا جميعا على سماع هذه الدروس التي كانت تلقى بين السيرة وبين القرآن وبين هدي الكريم من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى رأينا بعد ذلك كيف منع على سواعد هذه الرجال وأولاد الرجال وأرواحهم وأفئدتهم الصرف الطيب الذي يتمثل الآن في ألوف من الشباب، شباب الدعوة في حي الأحد كل وحي الأحد هذا حي عليه إسلاما وتاريخا وكفاحا جهادا. وهو الذي تصدر قديما للحملة الفرنسية، وتصدر كذلك للضربة الإنجليزية يوم 11 يوليو سنة 1982 لما وقعت في جرايد والمدمرة الإنجليزية كثير من بلاد الشرق حتى قبل البأس. ووقف في اسكندرية صامدا، وقف حي بحر المزاد صامدا لا يعتبره ضعف ولا وطن. كان هذا أفعال ومزال هو شيرة المؤمنين، وشيرة المؤمن دائما وأبدا شخصية ثابتة لا يعدو عليها تلون ولا غدر ولا نفاق ولا إيماعية، إنما شعارهم صبرا لا ياسر إن موعدكم الجنة. وكنا وصلنا نلوذ بحكمة القائلة إن أحلى ساعات الليل هي تلك التي تسبق فجور الفجر الصادق. اشتد أزمة تنفرج إن شاء الله، ما راوحنا اليأس وما ذهب عنا الأمل ووقنا بنصرة الله عز وجل. تلكم هي أساس من أسس الشخصية الإسلامية. ابتداء ثمة خصائص لهذه الشخصية تتمثل في الشمول بتحقيق أركان البيعة التي يعب عليها الإمام الشهيد رضي الله عنه وارضاه الكتيبة المؤمنة، وقال أركان بيعتنا هذه 10 فاحفظوها: الفهم، الإخلاص، العمل، الثبات،
التضحية، الجهاد، التدرج، الأخوة، السفر. ولو تأملت في هذا الأركان جميعا ما وجدتها تطرح أركان الشخصية التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم تعهدها بالسقيا والري ولا في مدينة. فهم عميق الإسلام لا انحراف فيه ولا تحريف ولا تطرف ولا تفريط، فهم مستقيم يستقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم أن الجهاد طريقة باقية إلى يوم القيامة. يفهم أن الجهاد ليس جهادا بالسيف، جهادا بالقول، جهادا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس جهادا كما يتأوله أو كما تأوله بعض الصبية ممن لم يفهموا الإسلام، يقولون ماذا لو نتحاكم؟ لن نخرج عن الحاكم طالما لم يأمرنا أو لم ينهانا عن الصلاة. يا جاهل، فيما إذا تسمع أو تفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام الجاهل فأمره ونهاه فقتله. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهل. فيما إذا تفهم ذلك، وفيما إذا تفهم أن الحق لابد أن تحرسه القوة. جاء رجل صلى الله عليه وسلم يقول له إن رجلا جاء يأخذ مني مالي فلا تغطيه مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال قتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، لأن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ليس وراء الشهادة مالك حبة فضل. إذا هو فهم شان كامل. لابد لهذا الفهم الإخلاص، إخلاص النية وإخلاص القصد وإخلاص العمل. أنت رجل أن مفتتح جميع صحاح الأحاديث حديث غيرك أما تحفظه من إياه. ثم لابد من العمل، العمل من خلال النفس، العمل من خلال الأسرة، العمل من خلال المجتمع، العمل من خلال العالم، العمل من خلال الفرد بأن يكون سليما عقيدا، صحيح العبادة، متين الخلق، قوي البدن، مثقف الفكر، قادرا على الكسب، نافعا لغيره، نظما في شؤونه، حريصا على وقته، مجاهدا بنفسه. وهل ترك تاريخ الركائز العشر من شيء؟ لما وجدنا أن هذا المسلم سليم العقيدة لابد أن يعلم أن سلامة عقيدته لا تكون أبدا إلا بإفراد العبودية لله. كل الناس يقولون لا إله إلا الله، لكن هل فهم الناس مقتضى لا إله إلا الله؟ أن مقتضى لا إله إلا الله تسري في أنك تعلم أن الله عز وجل هو النافع والضار والباسط والقادر والمالك والمانع، لا يملك أحد لأحد شيئا إلا بإذن الله، وأن الأمر بيد الله وحده. ثم بعد ذلك أنت صاحب عقيدة سليمة يسري معنى لا إله إلا الله في كل جوانب حياتك، بمعنى أن معبود ولا مستعد ولا مخضع له إلا الله عز وجل. إذا حينما تحلو الفرعونية كما علمت عبر 30 عاما، عبر 60 عاما سلوكا عدادا شدادا، لأننا من 52 ونحن في هذه العبودية في هذه الفرعونية، إن 30 عاما إنما امتداد لهذه البصرة التي بصرها فرعون عبد الناصر حينما بصرها أول ما بصر عبادة الفرد. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ومن استنى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وصدق الله حينما تقرأ قوله سبحانه الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
ما أجمل أن نستمع إلى كلمات حول مرارة الطغيان والفساد، ونحن بصدد الحديث عن إفراد الله بالعبودية وعن نبذ الفرعونية. حديث الشهيد سيد قطب يقول: ليس وراء الطغيان إلا الفساد، فالطغيان يفسد الطاغية ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء، كما يفسد العلاقات والانضباطات في كل جوانب الحياة، ويحول الحياة عن خطها السليم الطيب النظيف المعمر البالي إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في القبر بحال، ابتداء لأنه يجعل الطاغية أسير هواه، لأنه لا يفيه إلى ميزان الثاني ولا يقف عند حد ظالم، فيفسد هو أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد المستقلم. وكذلك قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. عندما أفسده طغيانه فتجاوز به لمكانة عبد المخلوق وتطاول به إلى هذا الاتحاد المقبول، وهو فساد أي فساد. ثم هو يجعل الجماهير لقاء البلاد مع السخط الدفين والحقد الكثير، فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية وملكات الابتكار التي لا تنمو في غير جو الحرية، والنفس التي تستدل تأسن وتتعسن وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة. ويبدأ من هنا تبدأ الانحرافات مع الامتناص البصيرة في الإدراك وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع، وهو فساد أي فساد. ثم هو يقدم الموازين والقيم والتصورات لأنها خطر على الطغاة والطغيان، فلا بد من تزييف للقيم وتزوير في الموازين وتحريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة وتراها مقبولة مستساغة، وهو فساد أي فساد. هذا مجمل قول الله تبارك وتعالى: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فكان لابد فصب عليهم ربك سوط عذاب. لماذا؟ إن ربك لبالمرصاد. الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتش، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا نصر لا إله إلا الله تعمل عملها ابتداء في تحول الإنسان إلى إنسان ذي كرامة يتأبى على النفاق، يتأبى على طاعة المخلوق في غير طاعة الخالق سبحانه. ثم هو بعد ذلك صحيح العبادة. نحن نقول اسم كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول الإمام الشهيد: كونوا عبادا قبل أن تكونوا قوادا تصل بكم العبادة إلى أفضل قيادة. من نصرنا الله عز وجل في يوم 25 من يناير من فراغ، لما نصرنا الله عز وجل إلى ابتداء إليه كانت القلوب متجهة إلى الله. كنا نقول ليل نهار: رب إني مغلوب فانتصر وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لابد أن يكون مثيل الخلق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لابد أن يكون قوي البدن، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لابد أن يكون مثقف الفكر واعيا، لا قاصرا ولا جامدا ولا متجمدا. لابد أن يكون قادرا على الكسب، فإن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل يدا ولما من كثرة العمل وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله.
ثم لابد أن يكون نافعا لغيره. خير الناس أنفعهم للناس، خيركم من طال عمره وحسن عمله. لابد أن يكون منظما في شغله، لابد أن تكون منظما في ملابسك، في ذوقك، في بيتك، في عملك، على مكتبك، في حواراتك، في تفكيرك، في منطقك. لابد أن تكون حريصا على وقتك، فالوقت هو الحياة. دقة قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، ولابد أن يكون مجاهدا بنفسه. عليك نفسك فنهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. من هنا كان لابد أن يتحلى الشباب المسلم بصفة خاصة، بصفة التجرد. طوبى لعبد ممسك بعنان فرس، كلما سمع أي حسنة برع إليها. فكانت المقدمة كانت المقدمة، إذا كانت الساقة كانت الساقة. إذا سأل لا يستجاب له، وإذا شفع لا يشفع. قل مهول ورضي الله عن هؤلاء النفر الكرام من صحابة الرسول. على سبيل المثال طلحة سهل بن حنيف، لا يعرفه كثير من الناس عند قراءة السيرة إلا في موضعين. الموضع الأول لأنه كان وأبو دجانة من فقراء الأنصار، واختصهم الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرهما من شيء بعد غزوة بني النضير. أما الأمر الثاني فهذا الذي نقصه. جرح سهل بن حنيف ضمن من جرح بصر غزوة في سبيل الله، وخصص له الرسول صلى الله عليه وسلم من يطبقه. فسمع مناديا ينادي في الطريق يا ذا الأنصار، وما تحامل على جراحاته. قال له انه يقول يا ذا الأنصار، قال إنهم ينادون علي. قال إنه يقول يا ذا الأنصار، قال ألست رجلا منهم ينادون علي، كأن في الكون كله ليس هناك شكل إلا هو. مش هقول تيجي من غيره، تيجي من غيره مش هتنجيش. يروى أن ملكا جبارا كفرعون الذي رحل يسمع كل يوم من روح الدم يرتيك يا قهار يا جبار يا حمار إلى آخر ذلك. فقال له الوزير إن الناس محجوبون بك يتقون. قال لا تنخدع. الوزير قال له لا تنخدع يا سيد الملك، إنها أقوال أريد أن تختبر الناس. مر رجلا أن يضع برميلا على باب القصر ونادي في الناس مناديا من يحب الملك فليأتي بمقدار كوب صغير من العسل. اليوم التالي وجد البرميل ملآن. قال رأيت دلالات هذا شوي. وضع المغرفة فلم يجد فيها إلا الماء، لأن كل واحد يحديه مية يديه مية تيجي بالغير ما جابش. هذا هو الحكم. إذا لابد أن نعلم أن كل منا واقف على ثغرة. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام الخارجي دائما انتبه. المشاهد التي رأيناها طيلة 18 يوما، المشاهد العظيمة التي قال عنها أستاذنا الدكتور يوسف الرضاوي، قال لقد أصبحت الثورة معلما من معالم التاريخ. يقول أوباما مخاطبا للأمة الأمريكية علينا أن نتعلم من الشباب المصري حتى نكون رجالا. يقول برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا ليس غريبا على مصر ما حدث، فما زالت مصر تفضينا وتعلمنا الحضارة الحقة. إذا هذه كلها مشاهد ترى كيف أن المسلم لابد أن يعلم أنه قليل بنفسه كثير من إخوانه، وأن يد الله مع الجماعة، وأنه على ثغرة من ثغر الإسلام فليس لنا من قبلها. من هنا كان التجرد أيها الإخوة مقدما على كل شيء آخر في هذا الوقت الذي يمكن أن تغري لك مظاهر النجاح، فيستفيد بأحدنا الغرور
ويأخذ إلى نفسه، لا، بل يقول إلى الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله عز وجل هو الذي فعل، والله عز وجل هو الذي رد. من كان يظن أن ما حدث يمكن أن يحدث حتى ولو في الأحلام؟ من كان يظن أننا سنقرأ بالأمس العناوين مواقع أموال وممتلكات الرئيس هذا مجمدة هو وأسرته وأولادهم القصة والأحفاد، من كان يظن ذلك؟ إذا رياض الله عز وجل الذي نظر كتابه إليه لا نستفهم ولا نضطر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيه أسرة حسنة كان يجلس حيث ينتهي به مجلس ويأمر بذلك، وكان إذا مجلس لا يعرف مكانه، وكان يقول: اقتلوني لتمدحوني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذا لا بد من التأكد في نفسك أنك متجدد لله عز وجل غير ميال للظهور ولا ميال إلى طلب المحمدة أو الثناء أو السمعة، وذلك رياء، وليسير من الرياء شرك، ولئن أشركت يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. لابد أيها الإخوة الكرام من تحقيق تأكيد على الصفة التعبدية لله عز وجل، ولا بد من تلامي الشعور بالتبعة الفردية والمسؤولية، ولا بد كذلك من أن تكون الدعوة إلى الإسلام محورا لحياتنا. وعينا من أستاذنا الرائد المرشد الثاني حسن إسماعيل الغضيبي رحمه الله، وعينا منه كلمات كنا نسمعها منه شخصيا كثيرا في الخمسينات. كان يقول: لا أريد إخوانا يعيشون الدعوة على هامش الحياة، ولكن أريد إخوانا يعيشون الحياة على هامش الدعوة. أنت في موقعك مدرس، محاسب، مهني، حرفي، مقاول، طبيب، مهندس، تاجر، أنت داعية إلى الله عز وجل في موقعك، بأسرتك، بعملك، بمعاملتك، بخلقك، بكرمك، بدعوتك بلسانك. أنت في بيتك داعي إلى الله عز وجل، والذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لابد كذلك من أن نؤكد على دور الشق الثاني. المرأة شقيقة الرجل والنساء شقائق الرجال، وقد كان ولا زال دورهن كبيرا وكريما. رأيناهن في المسيرات الهادرة لا يخشين شيئا ولا يخشين صفوة ولا يخشون إرهابا. رأيناهن جميعا أيام الانتخابات، قال بعضهم في الموسم الماضي 2005: الأخوات سلاح الإخوان السري. إذن هؤلاء جميعا نبعث إليهم بالتحريم ونوصيهن بأن لا يضيعن أجرهن بالحديث بصوت عال في المسجد، لأن الصوت العالي يضيع المسجد، وارتفاع الأصوات في المساجد من علامات الساعة، ونحن لا نريد أن تقوم علينا الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرور الناس. وحييهن وأذكرهن بثوابتنا، وأذكر الجميع بثوابتنا. ثوابتنا هي ما تركنا أو ما ترك لنا الإمام الشهيد من رسائل الله، هي تمثل الثوابت. دعوتنا إلى أي شيء ندعو الناس، التعليم أو البيعة. وبعدين بين الأمس واليوم سيرة المطار الخامس، كلها رسائل تمثل ثوابت. حينما يضيق بنا الحال ونرى بعض الوجوه والألسنة العكرة يتحدثون عن ما يسمى بالدولة الدينية والدولة الحية، تقول لهم: يا جهل، ليس في الإسلام شيء اسمه الدولة الدينية. حتى الخلافات الأموية، العباسية، الفاطمية، العثمانية، المماليك لم تكن اسمها دولة دينية. دولة دينية هذا مفهوم وارد من العصور الوسطى المسلمة في أوروبا، أيام أن كانت الكنيسة مسيطرة على الأراضي
لكننا نقول انها دولة منتسبة لشرع الله مرجعيتها الاسلام، لكنها دولة مدنية. يقول بعض الجاهلين وقد رددت عليه غصب عني عاملين مش قادر، يقول لك احنا نرحب بالاخوان بس ما يقولناش بقى تطوير الثياب وتقصير اللحى او اطاله اللحى، وما يقولناش المرأة شغلها حرام. يهبل احنا نعمل كده؟ طب ما عندنا نساء في صيدليات طبيبات ومهندسات. هبل. ليه؟ لان اصل لما تقرا انت دعواتنا في التاريخ منها نريد ان يكون الناس امامنا احد اصناف اربعه: اما مؤمن او متردد او نفعي او متحال. انت متحال لابس نظاره السوداء ماشي جاي تعملوا ايه؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ايه العبعين؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا مش فضيلك. مش كده؟ بالظبط. ما تزعلش ما تزعلش. لقد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه وهو قائد وهو الحاكم وهو في الحكومه وجد من العقبات اضعاف ما وجد في مكه من المنافقين من الاحرار من الطابور الخامس. فماذا نحن؟ اين نحن من رسول الله؟ لابد ان تكون لنا في رسول الله اسوه حسنه. لابد ان نتحمل هؤلاء، ولكن لابد ان نبين وبينوا، لابد ان نبين حقيقه الامر اننا نريد دوله مرجعيتها الاسلام، لا مرجعيتها القانون الفرنسي ولا الاحرار ولا التقاليد. ابي الاسلام ولا ابدي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. صفه الله ومن احسن من الله صفه ونحن له عابدون. كل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. مرحبا بكم في هذه العوده الطيبه الحميده للمساجد، فما زالت المساجد وستظل يبقى الحاميه لدمار وحياض الاسلام. هي المنابر الاولى الاسلام، هي المدارس الاولى الاسلام. لا بد من اللواز بها ولا بد من المحافظه على هذه الطوائف. فاذا فعلنا ذلك ولا ارانا ان شاء الله الى الفاعلين فقد اذن الله ان يغير حالنا الى احسن حال. اللهم مكن بدينك في الارض وتحفظ قلوب الناس. اللهم اذن بشريعتك ان تحكم الارض وان تزول. اللهم ول امورنا خيارا ولا تولي امورنا شررا، وارفع مقتك وغضبك عنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم من ولي من امر المسلمين امرا فرفق بهم خلقه، ومن ولي من امر المسلمين امرا فشق عليهم فاشفق عليهم. اللهم ولي امورنا خيارا يا رب العالمين، وما ياتينا من لدنك رحمه وهيئ لنا من نبينا رشدا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، ونرجو ان ننصرف حتى ختام المجلس لان ما زال في البرنامج الكثير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله غايتنا. الله غايتنا. الرسول زعيمنا. الرسول زعيمنا. القرآن دستورنا. والقرآن دستورنا. والجهاد سبيلنا. والجهاد سبيلنا. والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. والموت في سبيل الله أسمى أمانينا.